سمعت عن ترند جديد كده عند بلبن اسمه كاسات، الناس كلها بتتكلم عليه والدنيا كلها مقلوبه عليه. فقلت اروح اشوف بنفسي يا عم الكلام ده جد ولا هري على الفاضي. رحت ولقيت ما شاء الله البلد كلها واقفه عند بلبن. الناس تقريبا العيد ده ما اشترتش لحمه وقررت ان هي تروح تشتري ايس كريم من عند بلبن. بالرغم من هذا الحشد العظيم قررت ان انا ما يأسش وفضلت واقف في الطابور لحد الحمد لله ما ربنا نصرني وقدرت اشتري اللي انا عايزه. وبصراحه الله يكون في عون الناس اللي شغاله هناك، يفضلوا واقفين على رجليهم لحد ما يخلصوا الشغل اللي قدامهم ده كله. جهزنا كل حاجه اهو، اما نشوف بقى اللي بيتقال حقيقي ولا خيال. والله حلوه الغنيوه، جايبين لي مكسرات واحده ولا لازم محترمه. وادي ام علي ترند، الناس كلها عماله تتكلم عليه. بعشق الحاجه الساقعه المسكره. اصلا ام علي لما جبتها وفكرت لقيت ان هي هتبقى سخنه، قلت ايه المرار ده؟ نبدا بالسخن ولا نسقع وبعد كده نسخن؟ حوار برضه. ادي بيجي كرم الزبادي عشان نحط كل على دي، بس احنا نبدا بالسخن. الحلو تخليه بعدين، ونبدا باللي معروف. هنفتح بسم الله. ايه ده؟ ايه ده اللي موصل؟ انا عايز اعرف ايه ده؟ دي عينات يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ صغيره قوي، عايز 6 من دي، ما مش هتكفيني دي. هو تقريبا ثمنها كله في الكيس ده اساسا يعني. سلام يا سلام. حاسس ان الكاسات هتحتاج شويه مكسرات، فاحنا ممكن نشيل من بسم الله. وانا مش يعني مش ريفيوهات عن الاكل، مش اكيل قوي، بس مش عارف، حاسس ان امي تعملها لي في البيت احسن من كده يعني. حلوه، لا شغاله. المكسرات بصراحه هي احلى حاجه في المكسرات، هي ثمنها في المكسرات. وها هنا دقنا ام علي. قال انت بقى احلى بسه. كيس المكسرات ده احنا هنكمل عليه برضو. هو تقريبا الاسعار يعني انا مش متذكرها بالظبط، هسيبها لكم على الفيديو، بس هو الفرق بين الاثنين مش كبير. المفروض ان دي فيها اشطوطه وكاساته وفاهم كل حاجه، فانا لقيت ان الكاساته كلها مجمعه في حاجه اسمها الحاجه الذهبيه، مش فاكر الطبق الذهبي حاجه كده. قلت يلا نجيب كله على بعضه. هو ده الطبق، ده اللوتس، ده اشطوطه تقريبا، ده الكاساته ما اعرفش. احنا هنجرب دلوقتي. المشكله ان في ناس كتير قعدت تنتقدها، فاحنا مش عارفين. هنشوف ايه ده. دي تقريبا الاشطوطه بقى، هي كلها ساقع في ساقع، فتحس ان الساقع طاغى على الطعم، فانا مش عارف مين فين دلوقتي. فاحنا هنحط على البتاع اللي مش مفهوم ده شويه مكسرات، يمكن هو اللي ليه طعم. قلل فلوسه شويه. الناس كلها بتضرب عليه وخلصت، ودخلت طابور تاني، ويعني كان موال على ايه انا مش فاهم. دي المانجا. عارف انت امك لما تحط المانجا 3 سنين في الفريزر بتلاقيها جمدت، فتيجي تاكلها تحسها دايبه كده ميه ساقعه؟ ده اللي انا حاسه دلوقتي. تحس ان هم حطوا المانجا دي 3 سنين لحد ما يشوفوا هيعملوا بيها ايه. فلو حاجه اسمها كاساتا ايطالي، يلا طلع المانجا. مصروفها حلوه، روحه حلوه بصراحه. انا شايف برضو ان ام علي بالنسبه للطبق ده حلو بامانه. هو اللي مصبرني عليه ان هي ساقعه، فانت عشان ايه ما تضيعش فلوسك على الكاساته دي. قال لك النجمه الذهبيه بتبقى شامله كل حاجه، جيلاتي بقى على كاساته على فاهم كل حاجه. ده كان ريفيو سريع عن اللي قدرت اجيبه من بلبن. ام علي لو احنا هنقيم من 10، شايف ان هي تاخد 7 من 10. الكاساته اللي بيقولوا عليها دي مش عارف والله اقول عليها 3 من 10. والاشطوطه بصراحه يعني اي احسن حاجه فيها تاخد 8 ونص من 10. ايه النص ده يعني؟ كانت تجربه كده مع بلبن، واول مره اعمل ريفيو عن اي حاجه بتتاكل. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وكومنتات، ولو عايزيني اجرب حاجه تانية قولوا لي. وسلام عليكم.